من أكتر الحاجات اللي ممكن تخليك تستعجب هو إزاي إنسان ممكن يبني شيء ويضمن إنه يفضل عايش بعديه، مش سنة ولا 2 ولا حتى 100 سنة، لأ، دي تعيش أكتر من 7000 سنة. والأغرب إزاي قدر يعمل كل ده بموارد بدائية. إزاي شيد وقام حضارة ضخمة محتاجة سنين في عالمنا الحديث عشان تتشيد؟ هل في سر، قوة خارقة للطبيعة كان يمتلكها وإحنا لسه ما وصلنالهاش؟ المصريين القدماء وبناء الأهرامات واحدة من أغرب أسرار التاريخ والحضارة. أنا حسام حسن وده سؤال ملوش إجابة. اعمل لايك وفولو واشترك في القناة وتعالى نكمل. خليني أقول لك في الأول إن الهرم الأكبر أو هرم خوفو هو الأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبعة. وعشان تعرف ليه هو من عجائب الدنيا السبعة، الهرم الأكبر اتبنى من حوالي 2560 سنة قبل الميلاد، وارتفاعه حوالي 148 متر، وده أعلى بناء عمله الإنسان على الأرض على مدار 3800 سنة. بس لحد دلوقتي الدنيا تمام، ممكن تحصل. أمال فين العجيب والغريب في الهرم؟ هقولك. بعد الأبحاث والدراسات اللي أجراها علماء المصريات زي فليندرز بيتري وغيره من علماء كتير درسوا علوم المصريات، لقوا إن الهرم عشان يتبنى بالشكل اللي انت شايفه ده محتاج حوالي 20 سنة عمل ليل ونهار بدون توقف. وال20 سنة عمل دول هيشتغل على كل جانب للقاعدة بطول 230.4 متر، وهتكون كتلة الهرم كله 5.9 مليون طن، بالإضافة ل2.5 مليون متر مكعب من الداخل. بس برضو ممكن بشوية تخطيط ده يحصل. وأكيد في حاجة أغرب. بالظبط، في الأغرب. عشان تبني الهرم هتحتاج تحرك حوالي 12 كتلة حجرية إلى موقعها كل ساعة ليل ونهار لمدة 20 سنة بدون توقف. وحابب أصدمك وأقولك إن الحجر ده كان بطول من متر لمتر ونص، وبوزن طن واحد. الحجر الواحد كان وزنه طن، وأحجار الطبقة السفلية كان وزنها من 2 ل3 طن. لو انت مش متخيل وزن زي ده محتاج ايه عشان يتنقل، فانا عاوز اقولك ان في وقتنا الحالي الحجر الواحد هتنقله عربية دبل 6 متر وهتبقى تقيلة عليها كمان. بس الاغرب بقى فعلا ان الاحجار جت من اسوان اللي بتبعد عن الهرم 805 كيلو متر، وتم نقل 170 ألف طن من أسوان للجيزة. طب لو قلنا إن ممكن ننقل المسافة دي كلها أحجار الواحد فيها بوزن من 2 ل 3 طن، طب إيه رأيك لو قلتلك إن حجرة الملك مثبتة بقطع حجرية من الجرانيت الأحمر بوزن 40 ل 70 طن؟ يبقى أكيد في سر. أكيد، بس إيه هو؟ في تقرير نشرته صحيفة الديلي مير البريطانية عام 2017 في 23 سبتمبر بأنهم اكتشفوا ازاي المصريين القدماء نقلوا الأحجار دي مسافة 805 كيلومتر. ورد وقتها العالم المصري حواس وقال إن السر موجود عندنا من زمان، وهو مش اكتشاف ولا حاجة. اكتشف علماء الآثار بردية قديمة بتقول إن في قنوات لمحطات مياه صممت خصيصا في النيل لنقل الأحجار عبر النيل في مراكب خشبية مربوطة ببعضها بحبال، وبترسى في ميناء قريبة من موقع بناء الهرم. وكمان تم العثور على لفة من ورق البردي في ميناء اسمها وادي الجرف، اتكتبت بإيد ميري رع، واللي كان مشرف ومسؤول عن 40 من أمهر العمال. والبردية دي هي التقرير الوحيد المكتوب بخط الإيد عن بناء الهرم الأكبر، وبتوصف بدقة إزاي انتقل أحجار الجير من طرة إلى جيزة. وكشف حواس إن في بردية تم اكتشافها في سينا فيها 22 فصل، وفيها فصل كامل بتتكلم عن طريقة نقل أحجار الأهرام. واكتشف عالم الآثار مارك لينر وجود ممر مائي مفقود تحت هضبة الجيزة، المفروض كان بيتم نقل الحجر من خلاله. بس السؤال الأغرب والأهم واللي جايز ملوش إجابة،
إن لو وصلنا الأحجار اللي وزنها من 2 ل 3 طن وأحجار تانية وزنها من 40 ل 70 طن مسافة 805 كيلومتر من أسوان لجيزة. تمام، بس إزاي تم رفع الأحجار دي بهذه الأوزان 148 متر بدقة وهندسة في منتهى الدقة؟ الأهرامات سر لسه العالم الحديث بيكتشف فيها كل يوم، وغالبا محدش عارفه غير اللي بناه. ما تنساش تعمل لايك وفولو وتشترك في القناة وتقول لي رأيك في كومنت، واستناني الحلقة الجاية هحكي لكم حكاية جديدة. سلام.